السلام عليكم. عودة بعد غياب. والنهاردة الحقيقة أنا جاية أتكلم في موضوع مختلف شوية عن محتوى القناة. موضوع يمس بيوت كتيرة وأمهات كتيرة وموضوع يعني مؤلم لشريحة كبيرة جدا من الأمهات. للأسف ناس كتير مش حاسين بيهم. في عز الطحنة اللي احنا فيها، سواء بداية دراسة أو طحنة اجتماعية أو مادية، أغلب الأسر في بلاد كتيرة بتعيش فيها. كل الناس دلوقتي بتتكلم عن الأمهات وقد إيه شايلين تمارين ودروس وبيوت وشغل، ومستوى اجتماعي اتغير. في ناس نزلت من طبقة اجتماعية لطبقة تانية، فاضطرت إن هي تغير حياتها كلها عشان خاطر تعرف إن هي تكوب أو تتعامل أو تتعايش مع المعيشة الجديدة والطبقة الجديدة والمستوى الاجتماعي اللي هي فيها. وده طال ناس كتير جدا. في ناس عايزة أولادها يبقوا أحسن حاجة، موتين نفسهم وحارمين نفسهم من أبسط الحقوق وأبسط الحاجات اللي كانوا متعودين عليها عشان خاطر يوفروا لهم أحسن مدارس وأحسن تمارين، أحسن لبس. في ناس اضطرت إن هي تشتغل شغلانة واتنين وتلاتة كمان عشان خاطر تقدر إن هي تصرف على أولادها، وعشان خاطر تقدر إن هي تعيشهم في حياة مستقرة بشكل أو بآخر. في عز ده كله في ناس بتعمل ده وزيادة. بتعمل ده وزيادة ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى اختبرهم باختبار مختلف، إن اداهم طفل مختلف. والحقيقة الاختلاف ليه أبعاد كتيرة قوي. في ناس ربنا ابتلاها بابتلاء كبير، إن اداها طفل قدراته محدودة جدا، وهيعيش طول عمره بقدراته المحدودة دهيت، وهيعيش طول عمره عايزة أدور على كلمة تكون ملائمة، بس هيعيش طول عمره محتاج دايما للي يرعاه. والناس دي بتعيش في ألم نفسي وعقائدي وإيماني كبير جدا. تقعد تفكر الولد ده هيعمل إيه أو البنت دي هتعمل إيه لما يكبروا. البنت دي متعرفش تأكل نفسها أو تشرب نفسها. حبايبي في منهم بيقعدوا لغاية سن كبير ما بيقلعوش حتى البامبرز. أنا لو مت دلوقتي، ودي الحتة العقائدية المميتة والمؤلمة في الموضوع، أنا لو مت دلوقتي الولاد دول هيعيشوا إزاي؟ مين هياخد باله منهم؟ مين هيرعاهم؟ مين هيأكلهم؟ مين هيحميهم؟ مين هيشربهم؟ مين هيغير لهم؟ كل ما بيكبروا وبيبقوا شباب كبار، كل ما التحدي بيكبر أكبر وأكتر، والابتلاء بيكبر أكتر. فدول نوع من الناس عندهم كل تحديات الحياة اللي احنا اتكلمنا عنها في أول الحلقة زائد التحدي ده. في نوع تاني بقى في النص خفي، عندهم ولاد مختلفين لكن مش قليلين. كنت مرة سمعت كلمة بتتكلم عن واحدة عندها التوحد عالي الأداء أو هاي فانكشن. اتقالت فيها الكلمة دي، أنا حطها كتالوج أو يعني حطها شعار في حياتي: she's different but not less. she's different، هي مختلفة، but not less، بس هي مش قليلة. أنا جاية النهاردة أتكلم على الأهالي اللي بيتعاملوا مع الولاد المختلفين من النوع ده، اللي ماشيين في دراستهم، خلصوا الابتدائي والإعدادي والثانوي وممكن كمان يخش جامعة، اللي ممكن يتجوزوا عادي جدا، المتفوقين في أغلب الأوقات، وناس كتير بتشوف إن هم عباقرة، اللي لما بيجوا يشتغلوا بيشتغلوا شغلانات كويسة جدا وبيكسبوا فلوس كويسة قوي. بس ورا ده كله في وجع قلب ومحاربة وحفر في صخر محدش يقدر يستوعب غير اللي عنده طفل مختلف بالشكل ده. الشكل ده ممكن يكون حد عنده صعوبات تعلم بشكل أو بآخر، ممكن يكون عنده طفل توحد عالي الأداء أو هاي فانكشن، اللي كان زمان بيسموهم أسبرجر، بس دلوقتي طبعا اتلغى المسمى ده. الشكل دوت لطفل عنده ADHD بشكل عالي أو بنسبة عالية، اللي كان كتير لما بيروح أماكن كتيرة الناس بتتأفف من وجوده، ما بتتقبلوش، ممكن تبعد ولادهم عنه، لأن هم مبيبقوش فاهمين هو متخلف زي ما الكلمة الدارجة، ولا هو طبيعي، أو ممكن هو شقي، أو ممكن هو قليل الأدب. في أوقات كتيرة بيكونوا شايفين إن هو قليل الأدب فعايزين يبعدوا ولادهم عنه. فالأم بتبقى تحت
تحدي وضغط عصبي من ساعة ما الولد ده يتولد لغاية ممكن ما يبقى أب كمان ويبقى عنده ولاد. هي محتاجة تشتغل أكتر من اللي عندها طفل طبيعي، لأن الطفل ده محتاج مصاريف أكتر من الطفل الطبيعي، أخصائيين وتعديل سلوك ودكاترة نفسيين في مرحلة من المراحل وحاجات كتيرة قوي. فإن كان الطبيعي اللي عنده طفل طبيعي بيشتغل شغلانة واتنين في عز الزمن اللي احنا عايشين فيه ديت، هي محتاجة تشتغل شغلانة واتنين وتلاتة وتبيع اللي وراها واللي قدامها عشان تعرف تصرف عليه، عشان تخليه يعيش الحياة شبه الطبيعية اللي احنا بنبقى واخدينها في جرانتي ان احنا عادي خلفنا واتجوزنا وخلفنا واولادنا طالعين طبيعيين، اصل احنا دي بشطارتنا. لا، هي مش بشطارتنا، هي مش بشطارتنا خالص، هي رزق من ربنا سبحانه وتعالى ان في غيرك يتمنوا نص اللي انت فيه. وان كنتي انت بتشتكي من المصاريف بقت كتير عليكي، اللي عنده ولد عنده مشاكل، مصاريف كتير وكتير وكتير عليه عشان خاطر يخلي ابنه يعيش حياة شبه اللي انت عارفة تعيشيها لابنك، فمحتاجة ان انت تحمدي ربنا سبحانه وتعالى مليون مرة طول ما انت عايشة. ومش بس تحدي مادي، ضغط اجتماعي عصبي رهيب. هي محتاجة تبرر على طول ابنها بيعمل كده، محتاجة تشحت الاهتمام من اللي حواليها عشان خاطر ابنها يندمج مع الحياة، رغم ان ابنها عادي he's different but not less. ايوه هو مختلف بس هو مش قليل، وعايزة تشرح لكل الناس يا جماعة هو مش قليل، he's different. هو فعلا مش قليل، هو مختلف، فأرجوكوا اقبلوا اختلافه، حبوه، صاحبوا ولادكوا عليه، حوطوه، مدوا ايديكوا ليه، لان انت لما تمد ايديك ليه فرصة تعافيه واندماجه للحياة بتبقى اعلى بكتير قوي من لو ام حفرت في الصخر عشان تعرف تخليه يتعافى ويندمج في الحياة. بس لوحدها للأسف مش هتعرف، حتى لو كانت سوبر وومن، حتى لو كانت سوبر مام، لوحدها ما تقدرش تخليه يندمج في الحياة. لكن لما انت تخلي ولادك يمدوا ايديهم ليه، ده هيخلي فرصته للاندماج وللتعافي وللتحسن احسن بكتير قوي من مليون دكتور ومليون سيشن ومليون ثيرابي. لان التفاعل الاجتماعي ده علاج. في كتاب الجسد لا ينسى، واحد من امهات الكتب في علم النفس، كتير اتكلم الكتاب ده عن التعافي. ولما اتكلم عن التعافي اتكلم عن البيئة، الناس اللي محوطينك، دي من اهم اساليب التعافي ومن اهم وسائل التعافي. وكأن الرسالة الواحد لوحده ما يقدرش يعيش. ولو رجعناها لديننا هنكتشف ان الدين الاسلامي قال لنا ده في اكتر من شكل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة اول حاجة عملها، رغم ان المدينة كانت مليانة مشاكل، هي المؤاخاة، لانه عارف كويس قوي ان لوحدهم المهاجرين مش هيعرفوا يعيشوا، فكان لازم يعيشوا مع الانصار عشان يعرفوا يندمجوا في المجتمع ويعرفوا يتعافوا من المشكلة أو المرحلة الصعبة اللي هم كانوا عايشين فيها في مكة، فيقدروا يعيشوا ويرجعوا تاني للحياة. وكأن المهاجرين في حالتنا دول هم الناس اللي عندهم مشكلة they are different، والأنصار الناس اللي هم يتقال عليهم طبيعيين، اللي محتاجين يمدوا ليهم إيديهم عشان خاطر يرجعوهم للحياة ويخلوهم يعرفوا يعيشوا. لوحدهم ما كانوش هيعرفوا يعيشوا للأسف الشديد. يا ريتنا لوحدنا كنا نقدر تسرفايف، يا ريتنا، بس احنا فعلا محتاجين للناس. موضوع كبير وابعاده كتيره، بس انا النهارده جاي اتكلم على الامهات. جاي اقولك ان كانت الام تحت اقدامها الجنه، فانت تحت اقدام الجنه مختلفه، لان انت مبتلاه. واللي يقولك حاجه غير ان انت مبتلاه ده كلام كده ملوش لازمه. انت مبتلاه، بس انت مبتلاه بشكل ربنا سبحانه وتعالى من رحمته، هو ارحم عليكي من رحمتك انت بابنك اللي انت يعني مستعده تديكي تطلعي عيونك وتديهوله. اي ام تقولك انا مستعده اموت ولا ابني يتجرح. اللي عنده مشكله عندها الاحساس ده مضروب في 100. يا ريته كان فيا وما كانش فيه، يا ريتني انا اللي كان عندي مشكله، يا ريتني انا اللي بحس بالالم ده، يا ريتني انا اللي بتعرض للتنمر ده،
يا ريتني انا اللي الولاد بيعملوا فيا كده، ولا ان انت تتجرح وتعيش مكسور ومجروح ومنطوي بالشكل ده هو عشان خاطر المجتمع واللي عمله فيك. يا ريتني انا اقدر امدلك ايديا واخرجك من التيه اللي انت فيه، بدل ما المجتمع مش قادر يمدلك ايديه ويخرجك من التيه ده. يا ريت حبي انا يتوزع على الناس دي كلها، كنت عرفت قد ايه انا بحبك وكان كفاك وزاد. يا ريتني يا حبيبي اقدر اديك الحب اللي انت محتاجه واللي المجتمع رافض ان هو يديهولك، واللي المجتمع مستخسر ان هو يديهولك. يا ريتني يا حبيبي اقدر، بس انا ما اقدرش. الام دي انا جايه النهارده اقول لها انت مبتلاه، واحسب ان سعيك وجهادك ده يعني ترجمه عمليه لصبرك، وان انت بتقولوا له يا رب انا راضيه فبسعى، فلعل سعيك ده يكون تقيل قوي 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 ليكي يوم القيامه. لعلك ما عندكيش عمل صالح ينفع يدخلك الجنه، فربنا سبحانه وتعالى ابتلاكي بالابتلاء ده اللي كتب لك فيه ان انت هتكوني راضيه وصابره، وكتب لك فيه ان انت هتسعي وتاخدي بالاسباب، فتكون كل خطوه سعي ليكي هي ارتفاع وارتقاء ليكي في الجنه. لعل ربنا سبحانه وتعالى برحمته يكون كاتب لك كده. جايه اقول لك ان كل ام بتتعب، ده طبيعه كل ام، لكن انت تعبك مختلف، تعبك مقدر جدا، تعبك على العين والراس، تعبك مش متشاف، ومحدش يقدر ان هو يوزنه، ومحدش يقدر ان هو يقدره، ومحدش يقدر ان هو يستوعبه، لان كل ام ليها ابن مختلف تعبها مختلف، لان كلهم مش شبه بعض. جاي اقول لك قلبك اللي وجعك ده، ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى الشوكه يشكها، يعني لو المسلم اتشك شوكه كده اهوت، دي بتكون في ميزان حسناته يوم القيامه. فوجع قلبك ده تقيل قوي قوي في حسناتك ان شاء الله. اوعي تفتكري ان وجع قلبك ده هيروح. ثواني عشان جاي مكالمه. اوعي تفتكري ان وجع قلبك ده هيروح سدى، مش هيجي منه وجع قلب وخلاص. اوعي تفتكري ان دموعك اللي بتنامي فيها كل يوم على المخده محدش حاسس بيكي فيها دهيت هتروح، دي تقيله قوي. وكلامي كمان للامهات اللي بتربي لوحدها، ان محدش حاسس بيها خالص بقى. ام مطلقه، ام ارمله، كانت امنيه حياتها ان اولادها دول يكونوا عوض وسند ليها تسند عليهم، فيجي الابتلاء ان هم اللي ساندين عليها. قد ايه اللقطه دي صعبه صعبه صعبه، لا يمكن حد يحسها غير اللي عايشها. الام الارمله دي بتحس ان هي ظهرها اتكسر بموت جوزها، وان هي بقت عريانه، وبتدور على اي حاجه تغطي نفسها بيها. اصعب حاجه على الست فقدانها لجوزها، اصعب حاجه على الست. فبتبص حواليها تلاقي ولادها حتى لو صغيرين بتمني نفسها ان هيكبروا واسند عليهم، هيكبروا ويغطوني، هيكبروا ومش هبقى لوحدي، هيكبروا وهلاقي اللي يقول لي عمرك ما راحش. لما بتلاقي نفسها ان هم اللي ساندين عليها، مش عشان هم صغيرين، لا، علشان هم ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بكده. كسرة الظهر بتحول لغصة في القلب لا يمكن حد يفهمها غير اللي عايش الحياة دي. والشيطان بيخش يلعب بيها. انت بيحصل لك ده كله ليه؟ اشمعنى انت؟ مش كفايه موت جوزك؟ كمان الولد فيه المشكله، كمان سندك فيه المشكله. هي كل الحاجات دي عماله تحصل لك انت ليه؟ والشيطان يبتدي يلعب بيها يلعب بيها. عشان كده دورنا كمجتمع مسلم ان احنا ما نسيبش الارمله لوحدها ولا المطلقه. دورنا كمجتمع مسلم ان احنا نساندها. انا لسه النهارده قاريه حديث بس للاسف نسيت اكتبه ورايح عن بالي صيغته،
بس الحديث بما معناه الساعي على الأرملة. قد ايه يعني قد ايه مقدار عمله كالقائم وعمره، يعني كأنه قائم طول حياته وكأنه صائم طول حياته. بس للأسف صيغة الحديث وقع مني، ووقفت قدام الحديث انبهرت بعظمة ديننا ورقي الرسول عليه الصلاة والسلام وإحساسه بالأرملة قد إيه. هو الوحيد اللي حاسس، هو الوحيد اللي عارف مقدار الألم قد إيه، لدرجة إنه يحط الثواب العظيم ده للساعي على الأرملة، لأنه عارف قد إيه هي بتبقى مكسورة وعريانة ومجروحة ومتألمة. فوق ده كله بقى تبقى مبتلى في ابنها أو بنتها. قوية، مؤلمة، مزلزلة، محتاجة المجتمع كله يبقى حواليها، يقول لها انت مش لوحدك، احنا معاكي، احنا حاسين بيكي، احنا هنمدلك ايدينا ليكي، احنا مش هنسيبك تربي ابنك لوحدك، احنا مش هنساعدك بس ماديا، احنا هنساعدك بان احنا نكون معاكي في تربيتهم. عندك ولد؟ ده مع ولادي، هاخدهم نصلي الجمعة بيه عشان انت واحدة ست لوحدك مش هتقدري تاخديه تصلي بيه الجمعة. هعدي عليكم يوم جمعة اخده واصلي عشان خاطر الولد محتاج يكون قدامه نموذج ذكوري راجل عشان خاطر يقلده، لان الولد مش هيقلدك، مش هيطلع زيك، لا الولد محتاج نموذج عنده حياة اجتماعية ذكورية يعرف يقلدها. في قناة، وكنت اتكلمت هنا على فيديو قبل كده في بداية فتحي للقناة، في قناة أمريكية عاملها راجل فقد أبوه وهو صغير، اسمها داد هاو دو آي، بيعلم العادات الذكورية اليومية، ازاي اربط الكرافات، ازاي احلق دقني، ازاي اصلح حاجة، الحاجات اللي بنلقطها عن طريق عينينا من غير ما يبقى فيها شرح، اللي احنا متخيلين ان الولاد اللي ابهاتهم ميتة هيطلعوا عارفينها كده من نفسهم، بيعلمها لهم عن طريق فيديو. وانا يعني انا كنت ممتنة ليه، انا ما اتفرجتش عليها بس كنت ممتنة لفكرتها، لان انا عارفة يعني ايه الولد محتاج يقلد. يعني احنا بنتعلم عن طريق المحاكاة، بنشوف بعينينا فبنتعلم ونقلد. لما ما نشوفش بعينينا النموذج هنقلد ازاي؟ هنتعلم منين؟ الحاجة اللي بتعمل في دقيقتين عشان احنا شفنا وقلدنا هحتاج ان انا اتعلمها في ايام وشهور وسنين يمكن، لان انا هفضل عقبال ما استوعبها وادور عليها واشوف حد بيعملها فارجع اعملها يكون غيري سبقني فيها بكتير. عرفتوا ابتلاء فقد الاب؟ لا، فقد الاب مش لان فقد العائل المادي، لا، الناس اللي حتى اهاليهم مسافرين بعيد، اصل في ناس بترجع تقول لي ايه، ما في ناس اهاليهم بعيد ومش قريبين وعايشين هم ببلد وهم ببلد وناس اهاليهم ابهاتهم ما لهمش علاقه بتربيتهم والست شايله كل حاجه. احساسه ان ابوه موجود فبيكلمه في التليفون، ده احساس بالامان. اللي فقد ابوه مش ما عندوش الاحساس بالامان ده، احساس ان ابوه يعرف يتصرف حتى لو هو بعيد، ده احساس بالامان. ابوه مشغول بيروح الشغل كل يوم بس بيشوفه شوفانه ليه احساس بالامان، شوفانه ليه تقليد لعادات ذكوريه ما بتتعلمش غير بالمحاكاه. فما ترجعش، ما فيش اي حد يرجع يقول لي اللي فقد ابوه ميت، حتى المطلقه مش تحت الكاتيجوري اللي انا بتكلم فيه ده، بس اللي فقد ابوه ميت مش زي اي حد ابوه موجود حتى عن بعد. انا اسفه جدا، يبقى انت ما تعرفش، وبدل ما تعرفش ما تتكلمش، مادام ما تعرفش ما تتكلمش. فلما تيجي ام بقى تربي ابنها المختلف والوحدها في مجتمع رافض اندماج اي حد مختلف، يبقى الام دي مبتلى، يبقى الام دي ندعي لها، يبقى الام دي انا جايه النهارده اقول لها ابشري، لان انت لو ما صبرتيش نفسك هتتجنني، لو ما صبرتيش نفسك دينك ممكن يروح منك، لو ما صبرتيش نفسك هترفضي الواقع، ولو رفضت الواقع انت الوحيده اللي هتلبسي في الحيط، لان مفيش حد هينفعك للاسف. وجايه اقول لك ابنك او بنتك المختلفين محتاجين احتوائك وصبرك وتقبلك. هيقولوا لك انت مدلعاهم قوي، اقول لهم اصل انتوا ما تعرفهمش، انتوا ما تعرفهمش.
أنا مش مدلعاهم، أنا متقبلاهم، متقبلة اختلافهم، صبر عليه، فهماه. فعشان فهماه مدياله الأعذار، عشان فهماه بحاول أسهل له ويسر له الطريق، عشان فهماه بحاول أسهل له ويسر له الطريق، عشان ده ابني، أنا شايفاه بقلبي قبل ما أكون شايفاه بعينيا. في فرق كبير جدا ما بين الدلع والتقبل والاحتواء والتفهم. موضوع كبير متشعب، تفاصيله كتيرة. لو حابين نتكلم فيه اكتبولي في الكومنتات، وإن احنا نعمل فيه حلقة و2 و3 كمان. ومن قلبي، من قلبي أنا معاكي وحاسة بيكي وبدعيلك، لكل أم شايلة الشيلة دي. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. أسيبكم دلوقتي في رعاية الله، مع السلامة.